قمتني ليها. ركزت مع حسين، لقيت عيونه في الأرض. حسيت إني أنانية قوي، إني هخرب حياته بالشكل ده. وكان الكل قاعدين مستنيين موافقتي على أخو أزواجي الاتنين، اللي هو كان أصلاً حب حياتي وطفولتي. لكن أنا كنت بالنسبة له كأني عدوة. ولسه كنت هقول قراري، وقفني صوت مراته اللي قالت كلام صدمتنا كلنا بيه. وأولنا حماتي قالت مش تعرفوني إن النهاردة كاتب كتاب جوزي على واحدة منحوسة اتجوزت إخواته الاتنين، ويا عيني معها من كل واحد فيهم طفل، وفي الآخر سابوها وماتوا. إيه يا حماتي، هو انت قلبك ما وجعكيش على ولادك اللي راحوا بسببها؟ وانت يا سي حسين، ناقصك ايه اصلا عشان تفكر تتجوز واحدة غيري؟ عندك بيت وزوجة واولاد وشغل وحياة، ناقصك ايه؟ عشان تربي ولاد اخوك؟ والدراما اللي ملهاش اول من اخر دي، صح؟ ما هو فعلا صدق اللي قال كل واحد بيدور على اللي يكمله، وانا كملتك وكملت حياتك، بس انت طول عمرك هتفضل. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.